الكم كمان ريح لما انت تنيتي ايدي. لا كتير. ما كنتش بعرف اتني ايدي من هنا. ايه؟ ما كنتش بعرف اتني ايدي. فيديو جديد من الفيديوهات المطلوبة مني باستمرار، إعادة تدوير العباية أو الموديل. قلبتها من عباية عادية إلى عباية سواريه أو عباية مناسبات. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تحط اشتراك وتفعلي زر الجرس. الوقت الكم كان فيه سوسته من هنا، بس الجزئية دي من هنا كده هي اللي ضيقة، ما كانتش بتعرف تحرك ايديها، بالذات لما كانت بتفتح يرحمكم الله، لما كانت بتفتح ايديها وتيجي تقفل ايديها. هو كان كويس من هنا، وفي نفس الوقت القطعة اللي كانت هنا كده على الايد، يعني الكم كان كله كده اهو. احنا جينا شقنا الكم من هنا، هنحط له حته كده زي دي، فهي عشان عايزه الكم يتوسع من تحت مش من فوق. دي على فكره كانت قصاقيس، وسعت انا 10 سم من تحت وطلعت على 2 سم. خدت قطعه القماشه، القطعه ديت 10 سم من هنا 10 سم من هنا اهي، يعني معنى كده ان ده هي 5 سم، عشان لما تتفتح تديني كام؟ 10. تمام، يبقى دي كانت 5 من هنا على متني، وهنا كام؟ كده اقل بكتير. 1 سم. لا بس احنا كنا خدنا المقاس واحد. لا مش احنا خدنا المقاس وبعدين قلنا نصها. لا انا ما عملتش نصها، انا عملت 5 من هنا 1 من هنا، واقول لك انا عملت 1 ليه. اهم حاجه في السمكه او في التوسيع اللي انا بعمله، ان انا لما بخيط من فوق او بخيط من الجزئيه اللي انا مش عايزه فيها توسيع، انا بخيط على 1 سم بس. يعني انا عامله الورقه كده على 1 سم، لما جيت افتح الورقه بقت 2 من فوق وبقت 10 من تحت، والورقه متنيه 1 من فوق و5 من تحت، عشان لما الورقه تتفتح تديني دبل المقاس اللي انا واخداه. بس كان في البنات كانوا متلخبطين بس في حاجات، فانا كنت بشرحها لهم بالتفصيل. بس اهم حاجه زي ما قلت لك، اهم حاجه البوزه بتاعتها تبقى من فوق على 2 سم، عشان اخيط واحد الجنب التاني. ما تنسيش تحط اللايك بقى وتشترك في القناه. بص القماش تخين، فانا لو جيت اعمله ما عملناش وفي نفس الوقت دي قصاقيس، ما انا لو معايا حته قماش هطمعها على 4 أيوة. واقوم منصفها واقوم عاملاها. دي اصعب. ما هي دي اصعب، وكمان ان هي ايه، المفروض اصلا القماشه تبقى بالطول كده، انا عاملاها بالعرض، يعني مغيره نسيج القماش. بس انا ما عنديش قماش، انا ما عنديش قماش. يعني لو جايبه ربع متر، لا انا لو جايبه ربع متر مخصوص لها، انا لو جايبه ربع متر مخصوص لها انا هقدر ان انا اطلع اللي انا عايزاه. لكن دي قصاقيس. ليه انا سبت من هنا 2 سم؟ على فكره ده السمكه دي لو انت عايزه تعملي الكم بتاعك دقيق من هنا، يبقى انا هعملها العكس، هعمل الوسع فوق والدقيقه تحت، لان عندي دي ضيقه ودي واسعه، يبقى انا هخلي العكس تحت ونازله على ايه، على فوق على وسع، عشان توسع المنطقه دي. طيب المنطقه دي وسعت، معنى كده ان هي مش هتركب على الباط، يبقى لازم اوسع الباط شويه، ان انا اخد 2 سم على ما فيش، اخد من هنا كده لو انا عملت العكس عشان اوسع الحرده دي. ماشي وصلت؟ لو انا عندي بقى الكم كله دقيق، سعاد قالت لي الكم كله دقيق، يبقى انا هعمل ايه؟ هاخد الحته دي كلها حته واحده، هفتح. انا ما اضطريتش بقى ان انا افك الكم كله، انا فكيت بس من هنا كده شقيته، والشق بتاعي يكون مظبوط، وقمت جايه ما فكش بقى النص بتاعي اللي هنا، اسيبه زي ما هو، يعني الكم بتاعي بقى جزئين. واجيب قطعه القماشه، ركزي بقى في حاجه زي دي، ال2 سم يهمت انا هخيط في النص هنا، هخيط على 1 سم. على فكرة دي اي سمكة بتتعمل بالمنظر ده كده. هبقى اعمل لكم السمكة في فيديو تاني ان شاء الله. بصي ماليش دعوة، انا هاخد سنتي وخلاص. اول الاخر اهو. القماشه نفسها هي اللي هتوسع نفسها. هي اللي مش انا اقصها واللي واسع. صح. واجي اثبت في الجزئيه دي، واقوم عامله الجزء ده تاني اهو. شوفي بقى لما المفروض اجي اخيط، خلي بالك من الحته ديت، المفروض لما انا اخيط ما اخيطش على الطرفين، لا انا اخيط على اخر قطعه القماشه اللي انا كنت مخيطاها اصلا. ليه بعمل كده؟ عشان لما اجي اخيط، شفت الزاويه مش باينه لي ازاي؟ يقابلوا بعض. مش باينه لي ازاي؟
لان انا لو عملت في المنطقه دي كده، لو انا جيت كنت سايب 4 سنتي ولا 5 سنتي واجي اقفل اهي، هتقوم عامله لي ايه؟ بوزه كده. شوفي الدخله ده اهي، واجي مهما اقفلها هبوظها. ممكن واحده تقوم قايله لي ايه، طب ما انا اخدها من هنا واعملها خياطه واعملها بالمنظر ده كده. منظرها يا باشا عمرها ما تظبطيها، ما بتظبطش. سمكه هتعملي توسيع، هتعملي توسيع العبايه، تعملي مثلا واحده تقول لك ايه العبايه عندي دقيقه من على الارضف وعايزاها تنزل على واسع لان دقيقه ما بعرفش اتحرك فيه. بعمل نفس اللي انا بعمله ده اهو كده اهو من تحت الباط وانزل على واسع. ماشي اهو كده، وسعت من عند الارداف ووسع الديل بتاعي ولسه على الصدر زي ما هي، ممكن ريحت الصدر حاجه بسيطه. اثبت، بس اثبت في الجزئيه ديت عشان لما اجي اركب الكم ما تفتحش مني اهي. غيرت ملامح العبايه خالص واكني اشتريت عبايه جديد. تروحي بقى فرح وتقول انا اللي عاملاها. لا ما انت طبعا انت اللي بقول ده، انت شلتي كل حاجه فيها وغيرتيه. يا رب ان شاء الله. اهو مكوه مظبوطه بقى، والكمين بقوا زي بعض بالظبط لان انا قصاهم زي بعض. الفرق بين هنا وهنا ان دي مكويه ودي لا. ماشي، بس يا ريت يا ريت يا ريت لو تعملي حاجه زي دي تبقى بنسيج الطول مش بنسيج العرض. بس احنا قلنا عشان ما فيش عندي قماش. هركب بقى الكم بتاعي في الموديل تاني، بس لازم اثبت من هنا اهو. من المعلومات المهمة برضو ان انا لو كنت خدت توسيع اكتر من 2 سنتي في الكم من فوق كانت انا هحتاج ان انا احرد الكم زيادة، عشان دلوقتي انا فكيت الكم وهركبه على الكم. لو انا كنت وسعت من فوق كنت هضطر ان انا اوسع حردة الباط شوية عشان التوسيع اللي انا عملته في الكم يجي على قد حردة الباط. تمام، بس انا دلوقتي حردة الباط هتيجي على قد الكم لان انا كده كده فكاها وما عملتش اي حاجة في الايه في الكم. فانا دلوقتي ركبت الكم الكمين. الوقتي الحته بقى اللي على الصدر اللي هي عاملاها كانت عاملاها بايديها لان برضو ما كانتش عاجباها، ودي كانت قصاقيص عندها، فانا اضطريت ان انا اخلي الصدر زي الكم. كان الصدر على فكره زي الحته اللي على ايديكم الشمال اللي على المكنه دي، كان الصدر نفس الطريقه. فانا حبيت ان انا اشيل اللي على الصدر واشيل اللي على الكم كمان اللي هي الاسود. هي بقى عايزه سرفله وعايزه الكم يتنى، مش ما ينفعش يتنى الوقت لما استرفله وهو مقفله الكم. اولا الكم كان فيه هنا سوسته فهضطر ان انا اقفل الجزئيه ديت اهو. بشيل الجزئيه الزياده ديت، على فكره انا قصاها بزياده بدل ما كانت تبقى صغيره واضطر ان انا اقصر الكم. اي حاجه بتعدلي عليها اديها سنه 2 سنتي او 3 سنتي احسن من ما تبقى قصيره وتضطر ان انت تحتاجي ايه قماش. هجيب القطعه دي كده واقوم قافلاها، بس هقيسها الاول نفس المقاس. وبعدين انا قلت 100 مره ما تستعرضيش حاجه لان اما الحاجه بتيجي تتلبس بيبان لبسها. انا هاخدها لحد هنا كده. شوفي انا مكبراها قد ايه، فانا هاخد مقاس دي زي مقاس ديت عشان يبقوا الاتنين زي بعض اهو. انا بقى ما بحبش اقفل الاسوره بالمنظر ده كده واجي الاسوره تبان من هنا كده، لا انا عايزه اقفلها على نضيف، فهضطر ان انا اقفلها كده اهو واقوم قلبها عشان ما تبقاش مكلكعه عامله واحده راحه وواحده جايه في التانيه اهي. عشان ما يبقاش في تانية. شوفي نضيفه من هنا ازاي، وهعمل التانية طالما المقاس واحد هتنيها. شفت الفرق ايه لما انا اتني كده ولا اتني كده وادي خياطه من هنا؟ لا
وتبقى عامله لي من هنا كده ولا نضيفها من هنا كده؟ لا طبعا فرق كبير. فرق كبير وجامد، بالذات ان الكم هيبقى ايه عاطي سنه وسعان شويه. ماشي، دي ما بحبهاش خالص. هقوم تانية الوش في الوش، واقوم جايبه دي على ديت، بس واحده راحه وواحده جايه عشان تدي تتبيل اهي. اسورت لو عريضه انا بكون معرضه ومطوله وانا بقص، وبكده انا بعمل اسوره ما بتقلش عن 5 وما بتزيدش عن 7. الاتنين قد بعض اهو. هاخد بس منهم ايه اسويهم، واقوم واخده الكم بتاعي ومدخله الاسوره فيه. بجيب الخياطه بتاعتي على الخياطه واحط دبوس، والنص بتاعي بتاع نص الكم دهوت اعمل فيه فرد، واعمل هنا برضو فرد اهو. انا بخيطها كلها على بعض بس انا عارفه عشان ما تتلخبطيش فيها. فرد الكم اهو وفرد بتاع اهو. هاتي واحط فيها دبوس عشان انا عارفه غلطه ناس كتير تقول لك ده اصل الكم ضيق وما قدرتش ان انا اظبطه. كل الحاجات دي بتطلع لك في الخياطه عشان بس اما واحده تيجي تقول لي ايه ده انا بشوفهم على النت بتعمل الفيديو في ثانيه وبتخيطه في ثانيه وما بيطلعش فيها اغلاط. صح يا سعاد؟ كدابه. هم مركبين الفيديو اصلا. هي اي حاجه بتغلط فيها ما بتقدرش ان هي اصلا تعملها لك. ماشي، فانت لو غلطتي بقى بتتعقدي، وهي عملتها صح ومن اول مره وطلعت معاها مظبوطه. كل الفيديوهات تعقد. فانسي ان كل حاجه بتطلع مظبوطه من اول مره. والكم كمان ريح، صح؟ الكم كمان ريح لما انت تنيتي ايدي. لا كتير. ما كنتش بعرف اتني ايدي من هنا. ايه؟ ما كنتش بعرف اتني ايدي. وعلى الاقل غيرنا الكم. كان نفسي اصورها بس وهي ايه وهي معموله. يا بصي بقى اهم حاجه الزاويه ده اهي. وبكده زي ما انا شفت قلت الزاويه دي جايه على اهم حاجه ازاي؟ الزاويه اللي في الكم، دي اهم والصدر حاجه هي دي. اللي غيرته، عشان كده كانت لسه عاملاه بالابره والفتله، ما كانتش لسه خيطته على المكنه وانا عملت لها السوسته. وبكده غيرنا شكل العبايه من عبايه عاديه لعبايه تنفع مناسبات وبقت تخرج فيها، لان الكم ما كانش بيتحرك خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واسفه جدا على التاخير، وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس.